أهلا وسهلا فيكن يا أحلى متابعين. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب شيش بالفخارة بطريقة كتير طيبة ومميزة، وإن شاء الله رح تعجبكم. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير والمكونات مع بعض. هلا المكونات كلياتها كمان رح اكتب لكم اياها بالتفصيل بصندوق الوصف. عندي كيلو من الشيش مقطعين مكعبات بهذا الشكل، وعندي حبتين بندورة كمان مقطعين مكعبات، وحبة فليفلة خضراء، حبة فليفلة صفراء، وحبة فليفلة حمراء يعني فليفلة ملونة. وإذا مو موجودة عندكم الملونة يعني نوع واحد بيمشي الحال. كمان عندي بصلتين وسط مقطعتهم مكعبات، وعندي فطر، والفطر إذا بيكون فريش كمان كتير منيح. وعندي 7 أسنان من الثوم كمان مقطعتهم روش بهذا الشكل. وعندي معلقة كبيرة من الفليفلة، وعندي معلقة كبيرة من دبس البندورة، ومعلقة كبيرة ملح، وعندي معلقة كبيرة أوريجانو، ومعلقة صغيرة زنجبيل بودرة، عندي معلقة كبيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الهيل. وعندي كاسة شاي مليانة زيت زيتون، وعندي 5 معالق من الخل الأبيض. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير مع بعض. وعندي فخارة مثل هي بتاخد تقريبا كيلو ونص، واذا ما عندكم فخارة ما في مشكلة، اي صينية او اي طنجرة او اي جات بايركس كمان بيمشي الحال، يعني اذا غطيتوه بورق السلوفان بيمشي الحال. هلا اول شي بدي نزل زيت الزيتون والخل، ونزل البهارات تبلهم مع بعض. هلا بننزل اول شي زيت الزيتون، وبدي نزل 5 معالق من الخل الابيض. هلا بدي نزل البهارات ودبس البندورة ودبس الفليفلة، وهلا بدي احركهم مع بعض بهذا الشكل. وهلا بدي نزل قطع الدجاج، وهلا بدي احركهم كتير منيح بالتتبيلة. وهلا بدي نزل باقي المكونات. بدي احركهم كلياتهم مع بعض. يا ريت بقدر اوصلكم الريحة يا جماعة، بتغوى بالقلب. هلا اخر شي بدي احط لهم نص كاسة كبيرة من المي، وهيك صاروا جاهزين عندي لحطهم بالفرن. هلا بشعل الفرن فوق ومن تحت على درجة حرارة 200، تقريبا بياخدوا وقت من نص ساعة ل3/4 الساعة. وهلا بدي اطبخ جنب الشيش، بدي ساوي رز ابيض. هلا هون قطعت بصلة صغيرة ناعم بهذا الشكل، وحطيت شي 7 أو 8 حبات كبشة قرنفل. هلا بدي اقليهم مع بعض وبعدين نزل الرز عليهم. وهلا بدي رش عليهم رشة ملح خفيفة مشان تدبل البصلة فورا. وهلا بعد ما دبلت البصلة واستوت بدي نزل الرز عليهم. انا غاسلة الرز كتير منيح ونعاشر. هلا بدي احط لهم ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، او الفلفل حسب رغبتكم، يعني الفلفل والملح حسب رغبتكم. بدي احركهم كلياتهم مع بعض، خليهم دقيقتين او 3 قبل ما انزل المي عليهم. هلا بعد ما قليت الرز مع البصل والكبش قرنفل، هلا بدي انزل عليهم المي. كمان رح اكتب لكم عيار الرز بصندوق الوصف. بعد ما زبطت الملح والفلفل هلا بتركهم لحتى يغلوا، بعدين بغطي الطنجرة. بدي اعمل لكم عجينة سحرية وسريعة ب10 دقايق مشان نحطها على وش الفخارة. هلا هون عندي كاستين كبار من الطحين، طبعا منخولين كتير منيح. بدي احط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر، وعندي معلقة خميرة صغيرة بدي احطها ب3/4 الكاسة من المي الدافية. حركها كتير منيح لحتى تذوب الخميرة. وهون هلا بدي احط معلقتين كبار من الزيت النباتي، و3 معالق كبار من الحليب، و3/4 المعلقة من اللبن. وهلا بدي انزل الخميرة اللي دوبتها واعجنهم كلياتهم مع بعض. هلا هيك خلصت عجينتنا، شايفين ما احلاها ما شاء الله، بتاخد عقل، يعني لازم تكون طرية وما بتلزق بالايد. هلا بدي اتركها تخمر لحتى يستوي الشيش والرز. غطيت العجينة وهلا بتركها لحتى تخمر، وهيك الرز استوى عندي وصار جاهز. ما شاء الله بياخد العقل يا جماعة، شوفوا كيف كل حبة بحبتها. وهلا استوى الشيش عندي وطلعته من الفرن، ما شاء الله شايفين كيف لساته عم يبقبق. وهلا بدي بلش رق العجينة وحطها على وش الفخارة. رشيت رشة خفيفة من الطحين وبدي رق العجينة.
حاولوا تساووه على قد الفخارة اللي عندكم. وهيك رقيت العجينة وصارت جاهزة عندي. طبعا ما بدنا نرقها كتير، يعني بهذا الشكل كتير منيحة، يعني لا رقيقة كتير ولا سميكة كتير. وهلا بدي احط العجينة على وش الفخارة بهذا الشكل، وبدي ارجع حطها بالفرن. هلا بطفي الفرن من تحت وبخليه شاعل بس من فوق لحتى تستوي العجينة. وهيك طلعت فخارتنا من الفرن ما شاء الله. شايفين على هالمنظر؟ الريحة بتغوى بالقلب يا جماعة. بس انا نسيت حط على العجينة سمسم وحبة البركة. انتوا قبل ما تحطوها بالفرن حطوا لها سمسم وحبة البركة اذا بتحبوا، طبعا هذا الشيء اختياري. وهلا بدي افتح العجينة وورجيكم الغرام يلي جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي على هالمنظر يا جماعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين كيف لساتها عم تبقبق. وهلا بشوفكم بالمرحلة النهائية. أمانة شوفوا لي على هالصحن، مو بينهدى للملوك. الطعمة والله الطعمة فخامة. بتمنى كلياتكم تجربوه على طريقتي وتعطوني رأيكم فيها. وإذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوني من دعواتكم الحلوة ولايكاتكم. بحبكم كتير يا أحلى متابعين.